السلام عليكم. أرسلت لي إحدى الأخوات تقول: أبي لا يكلمني منذ سنوات لأني أردت زوجا لا يريده، وأخ لا يكلم أخاه سنوات لخلاف أرض بينهما، وأبناء عمومة لا يكلمون بعضا سنوات لخلاف بينهم. أقول لأخي الحبيب أختي الكريمة: هل من خاصمته فكر بقتلك، أو خلع ملابسك، أو ألقاك في البئر؟ هل بسببه أصبحت عبدا رقيقا؟ هل تعرضت بسببه للسجن سنوات؟ هل غربك عن أغلى ما تملك وهما والداك 40 عاما؟ هل والدك من حزنه عليك ابيضت عيناه فأصبح أعمى؟ وبعد كل هذا الظلم والغربة يقول يوسف لإخوته: قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نعم، لقد سامحهم. وأنت تعلم أخي الحبيب أن حبيبك عليه الصلاة والسلام بشرك وقال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا لا تغفر ذنوبهما. فبادر أخي من الآن، أرسل لمن تخاصمه رسالة جوال بها المحبة والمودة، وأظهر له أنك تريد الأجر من الله والمغفرة. اذهب إليه أو أكرمه بوليمة. فيوسف عليه السلام دعاهم لمصر مع أهلهم وأولادهم، وأرسل له تلك الآية المبشرة: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فإن لم يقبل منك أخي الحبيب فحاول مرارا، وهنا قد برئت ذمتك أمام الله. وصلى الله على حبيبنا محمد بعدد من عفا وبمن غفل. هذا المقطع برعاية